سيروا شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وأسبوع جديد من برنامجكم الأسبوعي برنامج ساعة شباب. بداية وقبل أن نبدأ في فقرات هذه الحلقة نرحب بمن يصحبني في تقديم هذا البرنامج، الأخ والحبيب الأستاذ عبد الرحمن برهام تركي. حياك الله. حياك الله يا أبو صقر، وحيا الله مشاهدينا الكرام. نجدد الترحيب بكم دائما وابدا في برنامجكم برنامج ساعة شباب، ونذكر بأنه يمكنكم المشاركة عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا عبر صفحتنا في الفيسبوك وقناتنا في اليوتيوب. بداية قبل كل شيء لعلنا نذهب وإياكم إلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة وجلسة سمر. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في فقرة جلسة سمر، ولعلنا اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا وشامل لكثير من أو يعني هي ظاهرة أو حدث يكون دائما في مجالسنا، وزي ما تقول أبو صقر هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه قد نسميه بآفة مجالس العصر. نتحدث هنا عن الغيبة والنميمة يا أبو صقر. نعم، لا شك عبد الرحمن أنها ظاهرة خلينا نقول اجتماعية. عادة تقول يعني يقول لك ما تحلو الجلسات إلا بالغيبة والنميمة، ويعني طبعا لا شك أن هذا أمر خاطئ جدا. في البداية عبد الرحمن دائما ما يذكر أن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنسه، وفي هذا معنى واضح أن الإنسان في حياته لا يمكن له أن يعيش وحيدا، وهو يبحث، عادة الإنسان يبحث عن أشخاص يونسهم ويأنس بالجلوس معهم. فذلك يعني مستحيل أنك تلقى إنسان عايش حياته كلها لوحده، ما عنده دائرة خاصة، ما عنده أصدقاء، ما عنده أحد خلينا نقول بالعامية كذا يفضفض له يعني. فتلقى الإنسان عنده دائرة خاصة، يعني دائرة بسيطة صغيرة يتونس معهم، يفضفض لهم، يعطيهم مثلا إيش الأحداث اللي صارت معهم اليوم، يأخذ ويعطي معهم. فلذلك سمي الإنسان إنسانا لأنسه. يعني عادة والأصل في الإنسان أنه أنيس ونيس. نعم. تجلس معه يعطيك وتأخذ معك، لكن هذا طبعا لا يأتي إلا بعد إيش؟ بعد ما تتآلف القلوب على بعضها. ثم إذا تآلفت القلوب على بعضها يا أستاذ عبد الرحمن يتولد هنا الأنس، فتصير أنت جليس له، فخلاص تصير هو يفضفض لك ويعطيك ويتونس معك، وتدخل معه في الدائرة الصغيرة فتصبح ونيسه. جميل. فهذا يعني شرح مختصر عن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنسه. نعم. والأنس أبو صقر كما ذكرت معنى فضفاض قد يشمل عدة أمور، فمن الأشخاص من يأنس بأهله، ومنهم من يأنس بزوجه، ومنهم من يأنس بأصدقائه، ومنهم من يأنس بأقربائه، ومنهم القاسم المشترك بينهم هو أنه يبحث عن شخص يتبادل معه أطراف الحديث. لو وجد هذا الشخص فإنه يكون أنيس هذا الإنسان.
وقد يجد الإنسان زي ما تقول اشرب أخي لك لم تلده أمك. ولماذا ذكر هذا مثل؟ لأنه قد فعلا يكون لك أخ ولكنك لا تربطك أي به أي صلة قرابة أو أي صلة أو أي دم أو رحم. وهذا يدل على أن الإنسان والأرواح جنود مجندة، يعني ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ونعود إلى يعني النقطة الأساسية ألا وهي الأنس. هي مأخوذة يعني طبعا يقال أنه الأنس ما سمي الإنسان إلا لأنسه، وقيل ما سمي الإنسان إلا لنسيه، وكلها من صفات الإنسان. والمقصد فيها أنه يعني ود الشعراء والناس المثقفين يبسطوا لك مفهوم الإنسان، وأن الإنسان استحالة أن لا ينسى. وبالتالي حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وأيضا عندك الإنسان أنه لابد يعني استحالة أن يعيش بدون مجتمع، فبالتالي قيل ما سمي الإنسان إلا لأنسه. أيضا عبد الرحمن الإنسان قد يكون لجوء المرء إلى الشخص أو مجموعة للحديث معهم ليس لحاجة، ولكن للتسلية وتبادل أطراف الحديث. فلذلك يعني أنا في وجهة نظري هذه الشخصية أن أحيانا الفضفضة أو تبادل أطراف الحديث بينك وبين شخص يعني ترتاح له وتشعر أنه يعني هو مثلا إنسان أمين تأمنه في الكلام، وجود شخصية زي كذا هذه ترى مريحة لك في الحياة. نعم. يوم تجد إنسان تأمنه في نفسك، وتأمنه في أهلك، وتأمنه حتى في كلامك، هذه الشخصية يوم تكون موجودة في دائرتك فهذا أمر جميل. قد لا يكون لجوءك إلى هذا الشخص حاجة، لا أنت تحتاج أنك إيش تفضفض، تحتاج أنك مثلا تتبادل أطراف الحديث. وهذا في وجهة نظري أنا نوع من أنواع يعني العلاج النفسي. أحيانا ترى في بعض الشخصيات تجيك كتومة، يعني تصير معه مشاكل كثيرة، يكتم هذا الموضوع وين؟ في داخل صدره. طيب يا فلان ليش ما تتكلم؟ يقول لا والله أنا أكتفي فيها النفسي. يجمع 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 يجمع. فأنت أصلا أول ما تشوف الشخصية هذه تكتشف أنه هو أصلا تشعر أنه كذا في داخله أشياء كثيرة. فالفضفضة وتبادل الأطراف مع إنسان تأمنه في الكلام هذا نوع من أنواع العلاج النفسي الداخلي. يعني ترى أنت حتى أنت لو تشعر مثلا أن لو صارت لك مشكلة خاصة، أحد أسباب العلاج إذا لقيت الشخص هذا اللي قلت لك أنك تأتمنه في سواليفك، تروح له تتكلم وتطلع ومدري إيش وزي كذا، بس هو لابد يكون إيش عنده فن الإنصات، في استماع، في إنصات. الإنصات أنك تعطيه تعابيرك وتخش معه، وأنت يعني لابد أن هذا الأمر يتقن. فأنت بتخش معه وتعطيه وزي كذا، أنت قاعد تسحب من اللي عنده. وقت ما يخلص أطراف الحديث والفضفضة هذه الأمور، يشعر هو إنه إيش؟ يشعر كذا كأنه في جبل في داخله انزاح، رغم إنه ترى ما سوى شيء، وبس هو أخرج ولقى من ينصت لهذا الكلام ويأمنه، فأخرج اللي في داخله، فهو فضل اللي جوا. فهذا نوع من أنواع إيش؟ نوع من أنواع العلاج الداخلي النفسي، بعكس اللي يكتمها في نفسه. ليش أنا ضد أن الإنسان يكتم هذه الأمور في نفسه ويكتم المشاكل؟ يا أخي نفترض مثلا على الصعيد العلاقات، أي مشكلة تصير لا تكتم. ليش لا تكتم؟ لأن الكتمان في الداخل ملعب للشيطان. إذا الشيطان شاف بيقول لك لا والله هو سوى كذا ترى عشان كذا، طيب سوى كذا، يقعد يكبر عندك الموضوع. لا، أنت اقطع الحبل من البداية. فهذا الشخص الكتوم إذا كان هو يكتم هذه الأمور في داخله، تترسب عليه، تترسب إلى أن تتجمع، فتصير هو أصلا تحس أنه ثقيل وفي داخله ثقل كبير جدا، وممكن أنه في أي لحظة ينفجر على اللي قدامه ما يرى أحد. وممكن أبوه، أمه، أحد أقاربه من لو حقلوا عليه خلاص، إذا حميت الوطيس ممكن يضرب بكل ما يملك. لكن
زي ما ذكرنا أن قد لا يكون اللجوء المرء إلى شخص أو مجموعة الحديث معهم ليس لحاجة، ولكن قد يكون للتسلية أو تبادل الأطراف أو الحديث أو حديث ماتع أو من هذا الكلام. لكن عبد الرحمن، لعلك تذكر لنا الآداب التي لابد أنها تكون متواجدة في المجالس. طيب، يعني إذا ترى الإنسان بعض الحزن أو بعض الكآبة أو بعض كما ذكرت أبو صقر، وحب أنه يفضفض ولا ينفس عن نفسه ولا يشرح ولا يرمي ما في داخله، قد يقع والله تعالى أو يعني والله المستعان أو نسأل الله السلامة والعافية في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو الغيبة. يعني أنت إذا عندك هموم كثيرة والهموم هذه متعلقة بأشخاص معينين، أنت قد بشكل غير تلقائي تقع في هذا المحظور، وهو يعني من كبائر الذنوب الغيبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما من الحديث أنه يأتي الرجل يعني حسنات أمثال جبال تهامة، ثم يأتي قد شتم هذا واغتاب هذا وإلى آخره، فيأخذ هذا من حسناته، من ضمنها أنك أنت تغتاب إلى أن تصل إلى مرحلة أن هذا الشخص يعني تعطيه كل ما اغتبته أنت أعطيته فلوس، كل ما اغتبته أنت أعطيته حسنات، كل ما اغتبته أنت أعطيته حسنات. فلعلنا نأخذ الموضوع من البداية يا أبو صقر ونقول ما هي الغيبة والنميمة أصلا؟ يعني ما هو مفهوم الغيبة وما هو مفهوم النميمة؟ قد يخلط الكثير من الشباب بينهما، عندك الغيبة وعندك النميمة وعندك البهتان. احنا راح نفصل فيها في هذه الحلقة تفصيلا جيدا إن شاء الله تعالى. طيب، الغيبة هي أن يتحدث الإنسان عن شخص آخر بسوء في ظاهره أو دون علمه، وهذا كما ذكرنا قبل قليل خطير جدا، وقد وردت فيها حديث جمه منها قيل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. قال: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت. يعني هذا الحديث عرف لنا مفهومين: الغيبة والبهتان. وللأسف الشديد أن الناس في هذه يعني الغيبة هي مرحلة خطيرة جدا. البهتان هي مرحلة يعني أسوأ من مرحلة الغيبة، لأنك أنت تغتاب المرء فيما ليس فيه. يعني أنت تكذب أولا على الشخص اللي قدامك، وأن تذكر صاحبك بسوء، فقد وقعت في محظورين. أما الغيبة أن تذكر أمورا صحيحة أو واقعية أو حقيقية ولكنها تؤذي الشخص الفلاني، فبالتالي أنت وقعت في الغيبة. نسأل الله السلامة والعافية. قد تقع في البهتان وأنت لا تعلم، أو في لحظة غضب. يعني لحظات الغضب مهم جدا أنك أنت يعني تملك أعصابك وتملك نفسك، فهذا مفهوم الغيبة. طيب، كما ذكرت عبد الرحمن أن الغيبة هي ذكر أخاك بما يكره. الموضوع الأهم يا عبد الرحمن أن أصبح هذا الموضوع يعني البعض يأخذه أنه فكاهة أو يعني كيف أقول لك، فكاهة المجلس. أنت كما أوضحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ذكرك أخاك بما يكره، هنا استدلال من القرآن الكريم. أوضح النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وجاء في القرآن أيضا: أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طبعا حكمها الشرعي واضح، وخطورتها لا شك أنها جلية جدا، وإن كانت لها لذة أو إنها يعني فاكهة المجلس كما يسميها البعض. يعني يقول لك البعض: ما تحل الجلسة إلا والله يوم نستلم فلان، وما تحل الجلسة والله إلا يوم نطري فلان، والله الجلسة يا أخي مات، فتلقاه مثلا يمسك واحد وكيت 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 وفلان والله ترى فيه وفلان فيه وكذا، طب إيش مشكلته ومدري إيش، ويخش معه في سين وجيم ويدخل معه ويتكلم ومدري إيش، وهو لا يشعر أن هذه كلها مسجلة. لأن هذا الأمر ناتج إيش؟ ناتج منذ الصغر، على أنه هو قاعد يعود نفسه على هذا الأمر، أنه لا، ليش إحنا مثلا ما نغتاب هذا الرجل ونتكلم في ظهره حتى لو كان الأمر هذا فيه. فلنفترض أن أحد الأخوان اشتهر مثلا بالكذب، هذه المذمة فيه، فهو يقول لك دام أنها فيه
ايش خلنا نتعشى فيه اليوم في المقهى ولا نتعشى فيه، وتلقاه يجي ويمسك فلان ويخش معه. والبعض اصبحت هذا ديدنه في الجلسات هذه يا عبد الرحمن، فاصبح كل ما جلس يدخل في هذا الموضوع، فلان وعلان فلان وعلان، تلقاه اصلا ما يستانس ولا ولا يرتاح الا يوم يطري هذه الامور. ف يعني الخطورة في هذا أمر كبير جدا. ويعني كما ذكرنا أنها فاكهة المجلس كما يسميها البعض، ذكر فيها ما ورد من تحذير ووعيد، وقد حفت الجنة يعني لا شك بالمكاره. وهناك طبعا عبد الرحمن استثناءات في قضية التكلم عن شخص ما بسوء في ظهره، وهي 6 مواضع. الأولى: من أراد أن يظهر أنه مظلوم فيشكو إلى قاض أو صاحب شأن. والثانية: من أراد التعريف بشخص ما. والثالثة: من أراد التحذير من شخص ما بذكر مساوئه. والرابعة: ومن ظهر فق. ومن كان يطلب فتوة فيشرح استفتاءها بذكر مساوئ أحدهم. ومن كان يطلب العون لا زالت منكرا رآه، وقد جمعها أحد الشعراء في قوله. خلينا عبد الرحمن ناخذها حبة حبة. يعني هنا ذكر تحذير ووعيد بأن الجنة حفت بالمكاره، وهناك استثناءات في قضية التكلم عن شخص ما بسوء في ظهره، وهي 6 مواضيع كما ذكرتها. الأولى: من أراد أن يظهر أنه مظلوم فيشكو إلى قاضي أو صاحب شأن. يعني البعض في أحد الجلسات تلقاه يستخدم ويذكر هذه المساوئ وهذه الأمور عن شخص ما مغيب، عشان يثبت مثلا أنه هو مظلوم، أو يعني يدخل في يعني قد يدخل في النميمة ويدخل في الغيبة وهذه الأمور، عشان يثبت أنه مثلا مظلوم في هذه القضية. جميل. هذه من المواضع التي لا بأس بالغيبة فيها. نعم. لماذا؟ لأنه هذا شخص متظلم، وكيف يعني تشكو أو كيف تظهر هذه المظلومية إن كان الشخص الذي ظلمك موجود أو غير موجود. يعني هما في الحالتين سواء. يعني لو كان هذا الشخص موجود في المحكمة مثلا، أو في نفس المكان الذي سوف، أو بين الشخص الذي سوف يفصل بين المظلوم والظالم، سوف يذكر هذا الكلام. عفوا. وبالتالي هذا الموضوع الأول الذي يظهر فيه المظلوم أنه لا بأس بأن يغتاب. وهنا ليست غيبة، إنما هي ذكر سبب مظلوميته، وبشرط أن لا يتعدى ذلك. مثلا هو ظلمك في المال، فلا تدخل في أمور أخرى مثل وليكن على سبيل المثال تدخل في أخلاقياته، تدخل في بيته، تدخل في أمور شخصية. لا، أنت تذكر العيب الذي ذكر بقدر مظلوميتك. ثانيا: أن أن تعرف بشخص ما. يعني إذا واحد سأله وقال لك والله يا أخي فلان الفلاني أنا ودي أوظفه عندي، إيش رأيك فيه؟ هنا ليس موضوع غيبة، بشرط أنك أنت لا تخرج عن دائرة العمل. والله يا أخي فلان الفلاني مهمل، والله يا أخي فلان الفلاني يتأخر في دوامه، والله فلان الفلاني ليس بصاحب مسؤولية، والله فلاني إلى آخره. هذه كلها أمور تتعلق بالعمل، أمثلة ليست داخلة في مفهوم الغيبة. نجد أيضا بعض الناس أن قد يدخل في مفهوم الغيبة في قضية أن يحذر من شخص ما. يعني والله يا أخي أنا مؤتمن على كلامي، أو مثلا أنا أحببت الخير لمجتمعي، أذكر والله يا أخي يوجد شخص يعني انتحل شخصية فلان الفلاني، انتبهوا ولا يعني تتعاملوا معه. هذا تحذير. يا أخي والله يوجد شخص معروف عنه، أو أنت تعلم علما يقينا أنه فاسد، تمام، تنشر والله تقول يا أخي والله هذا الشخص ترى فيه ما فيه وفيه وفيه ما فيه. قد يأتيك كثير من الناس يقول لك يا أخي أثبت، والله تثبت يا أخي صار معي الموقف فلان 1 2 3 4، وأنا ما حذرتكم إلا يعني تقوى لله عز وجل واتقاء من شر هذا الرجل. ليه؟ لأنه الناس أيضا
قد تتعامل مع هذا الشخص، فبالتالي أنت حذرت ويعني أوصلت رسالة للمجتمع قد لا يعرفها المجتمع إلا عندما تحذر من هذا الشخص. طيب، من أظهر فسقا، هذه النقطة الرابعة التي ذكرها الشاعر، ولمظهر فسقا، يعني شخص أظهر فسقا واضحا ونشره بين الناس. لا، هذا أنت يعني تتحدث عنه، تقول يا أخي والله فلان الفلاني أظهر فسق واضح، يعني مثل من ينشر مجموعة من المقاطع المحرمة مثلا. هنا لا، أنت تقول يا أخي هذا الشخص ترى قاعد ينشر، انتبهوا منه. لماذا؟ لأنه أنت هذا المنكر سوف يؤدي إلى منكر أكبر، فبالتالي الأولى تركه، ويجوز أيضا التحدث عنه في غيبته. وأيضا أخيرا، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه كلها 6 مواضع التي لخصها الشاعر في القصيدة التي ذكرتها أنت، أو في البيتين التي ذكرتها أنت. هي تلخص مفهوم أو المواضع التي لا ينبغي الإنسان، ينبغي الإنسان أن يغتاب فيها، وهي ليست بالغيبة وإنما هي تحذير، وكلها داخلة في مفهوم التحذير. مشاهدينا الكرام، الحديث في هذا الموضوع لا شك أنه مهم جدا، ولا بد للإنسان أن ينتبه لهذه الأمور، ويعني لا يأخذ المتع ويأخذ حلاوة الجلسة بأن يأكل لحم أخيه ميتا، ويعني يكسب الذنوب ويكسب الأشياء الكثيرة التي تخسره في ظرف ساعة، ساعتين، 3، وهو يتكلم في ظهور الناس ويغتابهم جميعا، وكل هذا مسجل، وهو لا يشعر، إنما يعتبرها فاكهة الجلسة. ومع من المؤسف أن يعني البعض أصبح يتهاون في هذا الأمر ويجعله فاكهة لكثير من الجلسات، وهي يعني يقول لك الجلسة هذه ما تكتمل إلا بالغيبة والنميمة، ويأخذهم في هذا وقت طويل جدا. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يهدي الجميع يا أرحم الراحمين. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية وفقرة الترند. مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد في فقرة ترند. لا زالت الحرب مستمرة في فلسطين على إخواننا وقائمة، وأعداد الشهداء مع الأسف الشديد في ارتفاع. نسأل الله أن يكون في عونهم وأن ينصرهم خير النصر. ويعني إذا بدأنا في الحديث عن الأحداث أو الترندات التي تدخل في هذه القضية تحديدا، فيعني نحتاج إلى حلقات وليس حلقة واحدة، لأنه للأسف في كل دقيقة هناك ترند في هذا الموضوع تحديدا. فبالتالي نحن يعني جملنا هذا الموضوع بأن نسأل الله السلامة، نسأل الله أن ينصرهم. ما زالت الحرب قائمة على إخواننا هناك، لا تنسوهم من الدعاء وكثفوا الدعاء. وكلمة لا تنسوهم من الدعاء هي لابد أن تكون حاضرة في أذهاننا، يعني لابد أن يكون يعني القضية الفلسطينية والحرب الحالية أو العداء الذي يحصل هو يعني مستمر معك في كل أمورك وفي المواضع التي يعني يقبل الله عز وجل فيها الدعاء، مثل السجود، مثل آخر ساعة من يوم الجمعة، مثل الوقت أو بعد منتصف الليل في الثلث الأخير. من هذه كلها مواضع لابد أن يكون ذهنك حاضر، حتى يعني يقال أنك أنت نصرت هذه القضية وأعنت إخوانك المسلمين هناك. أيضا الترند الثاني، أقامت اللجنة الدولية للشعراء العرب تظاهرا شعريا داعما لإخواننا الفلسطينيين، وهو لا شك أقل ما يمكن تقديمه للإخوة المرابطين في دولة فلسطين الحبيبة، وشارك فيها جملة من الشعراء. طبعا أنا كنت أحد الحضور، وكانت ندوة جميلة جدا تعرفنا فيها على الكثير من الشعراء المتميزين جدا، وكان الشعراء كانوا من أكثر من دولة، كانت فيه من دولة سوريا، وكان فيه من دولة السودان،
ودولة إريتريا كانت متواجدة. ومن عبد الرحمن كان أيضا كان ما شاء الله يعني اليمن. من اكثر من يعني من كل الدول العربيه تقريبا، يعني كان في من اليمن، كان ايضا كان فيه من اعتقد من ليبيا او الجزائر يمكن ما خاب ظني، يعني من احدى هذه الدول. فلا كانت ندوه جدا جميله واظهرت معنا الترابط، وكان كل يعني يذكر هذه القضيه من مفهومه ومن معاناته. تجد مثلا السوداني يذكر هذه المعاناه من وجهه نظره، تجد السوري يعني يشبه الذي حدث في سوريا بالذي يحدث حاليا، وتجد انه الشخص اليمني مغترب فبالتالي يفهم هذه المعاناة. فكانت صراحة ندوة جميلة جدا. كانت فيه هناك مسرحيات يعني أدبية وندوات ثقافية والعديد من الفعاليات، ويعني كانت لافتة جميلة من اللجنة الدولية للشعراء، يعني يدعمون هذه القضية كل بما يستطيع. هذه لجنة دولية للشعراء استطاعت أنها تقف مع هذه القضية بأنها تشكل مؤتمرا بسيطا تجمع فيه شعراء من جميع أو من أغلب دول العرب، وكل يأتي بقصيدته ويلقيها أمام الجمهور. هذه دعم للقضية بالسبل التي تستطيع أن تفعلها. فما يعني الغريب في هذا الموضوع أن الكثير من الشباب والكثير من الذين يستطيعون أن يدعمون هذه القضية بطرق متوفرة لديهم جالسون في بيوتهم، لا يدعمون ولا يتكلمون ولا ينطقون حرفا، وإنما ينطقون بكل تفاهة وبكل يعني ما في مصطلح يناسب هذا. يقول لك إنه هذه قضية سياسية وليست قضية إسلامية. أنا أقول إن لم تستطع أن تدعم أو تقف مع هذه القضية بأي شكل من الأشكال، أقف معها بالدعاء. الدعاء كما قال ابن تيمية الدعاء هو الجند الذي لا يغلب. الكثير يستهون في الدعاء ويعتقد أنه أمر بسيط، ولكن لا تعلم قد يكون دعائك هو يعني وافق أبواب السماء مفتوحة فأصيبت هذه الدعوة فاستجابت. فلذلك الإنسان لا يطمع بأي شيء يستطيع أن يقف فيه مع القضية الفلسطينية التي تخص المسلمين وتخص الإنسانية وتخص الجميع. فما يجيني واحد يقول لك هذه قضية والله سياسية ولا قضية مدري ايش. هذه زي ما شكلت اللجنة الدولية للشعراء، شكلت مؤتمرا بسيطا وجابت شعراء من مصر، من سوريا، من عدة دول عربية، وهو يعني ساندت هذه القضية بما تستطيع، بما تميزت فيه. يا أخي هي لجنة شعرية أقامت مؤتمرا، أنت ما عندك لجنة، ما عندك يا أخي ادعم ماديا، ادعم بالدعاء، اتكلم، اخرج في منصات الإعلام، تكلم عن هذا الأمر، لكن لا تقف متفرجا ويعني المقدسات يعني يصيبها ما يصيبها وأنت تقف متفرج. أنا أقول سجل يعني موقفا مشرفا عند ربك في هذه الأمور. وهذه نعيد ونكرر أن هذا الأمر لا يخص إلا المسلمين ويخص الإنسانية. هي ليست قضية سياسية إنما قضية دينية، لا بد أن على كل مسلم أن يساهم فيها بما يستطيع. نعم. طيب عندنا الترند الثالث، وهذا الترند سبحان الله ينتشر ويغلي ويعني يذاع صيته بين الناس، وتحديدا 2 مليار مسلم، وهو مقاطعة المنتجات، المنتجات أو أي منتج داعم للمحتل الإسرائيلي الصهيوني. وهذه الحملة في هذه اللحظات اجتاحت كثير من الدول العربية والمسلمة،
ويوجد يعني الكثير منها هي لا تخفى، يعني نحن لسنا بصدد ذكر هذه الأسماء والمنتجات، ولكن يعني هذه عبارة عن منتجات تدعم بشكل مباشر وغير مباشر من يقتلون إخواننا في غزة. فبالتالي دعمهم هو دعم أو هو مشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في قتل إخواننا المستضعفين في غزة. فبالتالي نحن نشيد بهذه الحملات المباركة، ويعني ندعمها بشكل دائم، ولا بد أن يكون هذا الموضوع حافز داخلي. وأنا يعني سمعت مقطع مهم جدا يقول لك يا أخي والله يا أبو صقر أنت فرد، وش يعني هل ال20 ليرة اللي بتدفعها ولا 20 ريال ولا 20 دولار اللي بتدفعها بتفرق معك؟ بتفرق مع هذه الدولة؟ أنا أقول يا أخي أنت لست مسؤولا عن الجميع، أنت مسؤول عن نفسك، أنت سوف تحاسب نفسك. وبالتالي أنت لابد أن يكون هذا الموضوع لنفسك أولا، وحتى تعذر أمام الله عز وجل. إني أنا والله يا ربي أنا ما شاركت في هذا الظلم أبدا، أنا قاعد أدعي ليل نهار، وقاعد أدعم بمالي وأوقف الدعم على الناس الذين يدعمون هذه الجهات اليهودية الصهيونية. فبالتالي هذه استطاعتي يا رب، لا بد أن تعذر. أما أنك أنت تقول يا أخي والله أنا وش فارق معهم، ولا أنا والله يا أخي مالي دخل، لا، هذه شخصية انهزامية هي لا تمثل هذا الدين الإسلامي العظيم. الدين الإسلامي العظيم يقوم يعني على مثل هذه النفسيات الكبيرة. تقول يا أخي والله أنا رأيي مهم جدا ومالي إن شاء الله لو دولار واحد، إن شاء الله لو نصف دولار، هذه يعني إذا ما كانت تفرق في المقاطعة فهي تعذرك أمام الله عز وجل. أبو صقر أشكرك شكر جزيل على هذه الحلقة الجميلة التي يعني كالعادة يا أبو صقر متألق في هذا البرنامج وهذه الحلقات. الله يكرمك يا عبد الرحمن، وشكر لإطرائك الرائع هذا، والشكر أيضا موصول لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وحسن المشاهدة. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم بإذن الله عز وجل مطلع الأسبوع القادم كل يوم اثنين في تمام الساعة 4 في توقيت أسمر. إلى ذلك من الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أملوا.